وتيجوا النهارده اقول لكم على افضل المعالجات انتشارا في السوق المصري. الفترة الأخيرة في السوق المصري في معالجات كتير موجودة بالذات في الفئة الاقتصادية، تجميعات من أول 10 ل 20,000 جنيه على الفيسبوك، على الصفحات، على الانستا، على التيك توك. كل ما أنت تيجي تقلب تلاقي تجميعات من 10 ل 20,000. التجميعات الاقتصادية في مصر دلوقتي كلها بتتمحور على 5 معالجات. إحنا النهارده هنقارن ال5 معالجات دول من حيث الإمكانيات ومن حيث السعر وسعر البندل. يعني إيه سعر البندل؟ يعني هو المعالج ليه بوردة، عشان المعالج ليه سوكت معين، والسوكت المعين ده بيركب على بوردة معينة. فاحنا هنقارن من حيث الامكانيات ومن حيث سعر المعالج وسعر البندل، عشان ممكن بوردة تكون غالية، بوردة تكون رخيصة، على حسب. وتالت حاجة من حيث أدائها في الألعاب. في آخر الفيديو إن شاء الله ال5 معالجات اللي هنتكلم عنهم النهارده هنشوف أدائهم في الألعاب، فريماتهم قد إيه، واللعبة بتستهلك من المعالج قد إيه. يلا نخش في الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم، ونبدأ مع أول معالج معانا وهو الاي 7 4770. المعالج ده صدر سنة 2013. المعالج بمعمارية 22 نانومتر وبسوكت ال جي اي 1150، والمعالج ده جاي باربع انويه و8 مسارات، والماكس تيربو بتاعه 3.9، والبيز بتاعه 3.4، وجاي بكاش 8 ميجا. ولو انت عايز تعرف يعني ايه كاش، في فيديو على القناه شارح لك الكاش الثلاث مراحل بتوعه، والكاش بيأثر في ايه وبيفيد في ايه، هتلاقي الفيديو في الوصف. وبيجي بباص سبيد 5 جيجا في الثانيه، وسحب الطاقه بتاعه 84 واط. طبعا المعالج دوت قديم شويه، فبيدعم رامات من نوع دي دي ار 3، واقصى رامات ممكن يقبلها هي 32 جيجا. الجي بي يو او كارت الشاشه المدمج اللي موجود في المعالج هو انتل 4600. طبعا مش هيفرق معانا ايه الجي بي يو، ومش هنحدد الامكانيات بناء على الجي بي يو، لان احنا كلامي ان دي تجميع يعني معاه كارت شاشه خارجي، يعني معاه اكسترنال جي بي يو، فاحنا مش هنتطرق خالص للموضوع بتاع الجي بي يو. وسعر المعالج دوت هو من 1800 ل 2200. لو انت عايز تعرف معنى كل الكلام اللي انا قلته، يعني ايه انويه ويعني ايه مسارات ويعني ايه باص ويعني ايه كاش ويعني ايه كل الكلام دوت، في فيديو على القناه انا شارح فيه المعالج، مكوناته وبيعمل ايه وبيتكون من ايه وكل الحاجات دي. تاني معالج معانا هو الاي 5 6500، صدر سنه 2015، وبيجي بمعماريه 14 نانومتر، وبيجي بسوكت ال جي اي 1151. بيجي اربع انويه، اربع مسارات، الماكس تيربو بتاعه 3.6 والبيز 3.2، وبيجي بكاش بسعه 6 ميجا. الباص سبيد بتاعه 8 جيجا بير سكند، وسحب الطاقه بتاعه 65 واط. بس هنا ده احدث شويه، لان من بعد 2013 او من اول الجيل السادس عامه المعالجات بدات تدعم رامات من نوع دي دي ار 4، والمعالج ده بيدعم رامات دي دي ار 4 لحد تردد 2133، وبيدعم لحد 64 جيجا رامات. والسعر بتاعه بالظبط زي الاي 7 4770، ده من 1800 ل 2200، وده من 1800 ل 2200. ثالث معالج معانا هو الاي 7 6700، طالما من الجيل السادس فبيجي بنفس المعماريه، جايب المعماريه 14 نانومتر، وجايب نفس السوكت بتاع الاي 5 6500، وهو ال جي اي 1151، يعني نفس نوع البورده عامه، اللي هي البورده من فئه الاتش 100. المعالج دوت بيجي بتقنيه جديده شويه عن الاي 5 اللي هو من نفس الجيل بتاعه، جايب حاجه اسمها الهايبر ثريدنج. الهايبر ثريدنج دوت مخليه بدل ما هو 4 مسارات مخليه 8 مسارات، وطبعا هيعمل نقله كبيره جدا في الاداء. فالمعالج بتاعنا دوت 4 انويه 8 مسارات، الماكس تيربو بتاعه 4 جيجا هرتز، البيز بتاعه 3.4 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 8 ميجا، الباص سبيد بتاعه 8 جيجا بير سكند، والسحب الطاقه بتاعه 65 واط. ونفس الكلام بيدعم رامات دي دي ار 4 لحد 2133، وبيدعم 64 جيجا ماكسيمم. بس ده السعر بتاعه من 2000 ونص ل 3000. رابع معالج معانا هو الرايزن 5 3600، ده بيجي بمعماريه زين 2 وسوكت اي ام 4، وطلع سنه 2019. هنا بيبدا الموضوع يختلف شويه، الامكانيات تعلى والسعر يعلى، لان المعالج بيجي بست انويه و12 مسار، والبيز بتاعه 3.6، والبوست بتاعه 4.2، وبيجي ب 32 ميجا كاش، وبيجي بسحب طاقه 65 واط. بس في نقطه مهمه عشان الاختلاف فيها هيبان في المعالج اللي بعديه، ان المعالج ده بيدعم بي سي اي اكسبريس من الجيل الرابع. خامس معالج معانا هو الرايزن 5 5500. المعالج دوت صدر سنة 2022، وبيجي بمعمارية زين 3 وبنفس السوكت اللي هو الاي ام 4. وده الحلو في رايزن عامة، لأن معاك من الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس دي كلها اي ام 4، فكلها بتركب على نفس البورد. فأنت لو أنت معاك الجيل الثاني أو الثالث تقدر إن أنت تطور من غير ما تغير البوردة، من غير ما تدفع فلوس في بوردة كمان، لأن كله نفس السوكت مع اختلاف المعمارية مع اختلاف الجيل بيركبوا على نفس البوردة. ما اختلفش قوي في إمكانياته عن الجيل الاي 5 الجيل الثالث، لأن هو برده 6 انويه 12 مسار، البيز بتاعه 3.6 والتربو بتاعه 4.2، بس ده بيجي ب 16 ميجا كاش، على عكس الجيل الثالث كان جايب 32 ميجا كاش. وسحب الطاقه بتاعه هو نفس سحب الطاقه اللي هو 65 واط، بس الفكره هنا ان ده بيدعم بي سي اي اكسبريس من الجيل الثالث، على عكس الجيل الثالث من المعالجات كان بيدعم بي سي اي اكسبريس من الجيل الرابع، وده فرق كبير في السرعات. والسعر هنا هو 5000 جنيه على عكس الجيل الثالث واللي هو كان 3400. فانت تيجي تقول لي طب اشمعنى هنا 16 ميجا كاش وهناك
32 ميجا كاش. هنا بيدعم بي سي اكسبريس من الجيل الثالث، وفي الجيل الثالث من المعالجات اللي هو رايزن 5 3600 كان بيدعم الجيل الرابع من البي سي اكسبريس. ايه الاختلاف الكبير ده؟ ما هو كامكانيات الجيل الثالث احسن من الجيل الخامس. اقول لك بس في حاجه مهمه، في الجيل الثالث هو معماريه زين 2، في الجيل الخامس او الرايزن 5 5500 هو معماريه زين 3. سيبك من الامكانيات، سيبك من اي حاجه، ممكن نقطه واحده زي دي تخلي اداء المعالج من كده يبقى كده، وهيبان في الالعاب قدام. فكامكانيات احنا قاعدين عرفنا ان الرايزن 5 3600 والرايزن 5 5500 هم اقوى اتنين. بس لو هنيجي من ناحيه السعر، احنا زي ما قلنا ان الاي 7 4770 وان الاي 5 6500 الاثنين عاملين حوالي 2000 جنيه، وان الاي 7 6700 عامل حوالي من 2000 ونص ل 3، على عكس الرايزن 5 3600 اللي عامل 3400، وعلى عكس الرايزن 5 5500 عامل 5000. فمن ناحيه قيمه مقابل سعر هتحس ان هو ايه، الرايزن 5 3600. بس هنا في مشكله، الرايزن 5 3600 عشان تجيب له بورده، البورده برضه هيكون سعرها عالي. يعني كبندل البورده مع المعالج هيوصلوا من 5000 ل 6000، على عكس معالج زي الاي 7 4770 المعالج عامل 2000 والبورده مش هتعدي 1000 ونص، فحرفيا نص ثمن التاني. فانت عشان كده كنت بقول لك انت تراعي ان الاي ام 4 اللي هو رايزن 5 5500 والرايزن 5 3600 هما الاثنين كبندل او كبورده ومعالج سعرهم هيبقى عالي. هتلاقي نفسك هتوفر في الجيل الرابع من انتل او الجيل السادس مبلغ محترم قوي عن انك تجيب بورده لرايزن 5. بس برضه انا قلت لك امكانيات، قلت لك سعر المعالج، قلت لك سعر البندل، وانت الميزانيه هي اللي بتحكم. اخر جزء معانا او تالت جزء معانا اداء المعالجات في الالعاب. انا قسته عن طريق اني ثبت المواصفات اللي هو كان كارت شاشه RTX 3070 وبدلت عليه المعالجات، وشفت اداء المعالج مع نفس المواصفات التجميع الباقيه في كل لعبه كان عامل ازاي من حيث الفريمات ومن حيث الاستخدام. هسيبك دلوقتي مع الشرح البياني يوضح لك كل حاجه. نبدا اول حاجه مع الاي 5 6500. المعالج دوت في لعبه زي ريد ديد ريديمنشن 2 عمل من 45 ل 50 فريم مع نسبة استخدام 95%. المعالج التاني اللي هو الاي 7 4770 عمل في اللعبة ديت من 75 ل 80 فريم مع نسبة استخدام 90%. المعالج التالت واللي هو الاي 7 6700 عمل من 80 ل 90 فريم مع نسبة استخدام 90%. والرايزن 5 3600 عمل 90 فريم مع نسبة استخدام 75%. والرايزن 5 5500 عمل من 100 ل 105 فريم بنسبة استخدام 70%. في مقارنة الألعاب أنا حاولت إن أنا أجيب لعبة تركز على الكارت، وأجيب لعبة بتركز على المعالج، وأجيب لعبة تركز على الاتنين، ونشوف أدائهم عامل إزاي. وبرده الألعاب مش مقياس، يعني ممكن يكون معالج أقدم إمكانياته في لعبة أعلى من معالج أحدث، فالألعاب مش مقياس. المقياس الحقيقي هو الشغل، وإن هو يساعدك في كل الحاجات. أنا مش هجيب بس معالج الألعاب، أنا عايز مونتاج، أنا عايز فوتوشوب، أنا عايز كذا، أنا عايز كذا. فالمعالج الأحسن هو اللي يقدر يديك قيمة ثابتة في كل دول، مش في الألعاب بس ولا في البرامج بس ولا في حاجة معينة بس. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. والفيديو لو عجبك متنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب وتشير الفيديو. ايه رايك في الفيديو؟ ايه تقول لي انت المعالجات دي فعلا شفتها كم مره على النت؟ لان حرفيا مفيش ترجمه اقتصاديه غير وهي فيها.